السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. خلاص المدارس على الأبواب وهنعمل الفينو. مش هنحتاج نشتري كل يوم، نعمل بالأسبوع بالأسبوعين الكمية طبعا اللي انت محتاجاه. عملت الفينو بطريقة سهلة، لا بيض ولا لبن ولا زبدة ولا أي حاجة. هنشوف مع بعض طريقة حلوة وسهلة اللي هي سر الأفران، وهنشوفها ازاي هنعملها مع بعض هش وطري. يلا ندخل الفيديو ونشوف المقادير ازاي هنعمل. هجيب نص كيلو دقيق، هعمل على نص كيلو دقيق. طبعا الكمية اللي انت عايزاها هتعمليها كيلو 2، طبعا الكمية اللي انت عايزاها. هجيب كوباية مية يدوبك فترة، حتى لو حطيتيها باردة راح هتنفع عشان الجو اللي احنا فيه، هتبقى كويسة. انا خليتها فترة يدوبك تستحمل صبعك كده تحطي فيها. هحط معلقة خميرة وهحط معلقة سكر برضو معاها. حطيت معلقة الخميرة وهحط معاها كمان معلقة سكر بالطريقة دي. عايزة طبعا الخميرة الطازة برضه هتبقى كويسة، بس هتكون ضعف اللي هي الخميرة اللي هي الجافة. انا استعملت الخميرة الجافة. هنقلب كله مع بعض وهحط معاها كوباية كمان دقيق. حطينا كوباية الدقيق وهنقلب دي وهنركنها 10 دقايق. هنسيبها بالطريقة دي وهنسيبها 10 دقايق لغاية ما تخمر. طبعا الخميرة هتكوني مجرباها الأول، تلفيها في شوية مية الأول، تجربيها تشوفيها هي شغالة ولا لا، أو تشوف المنتج بتاعها كام. خمرت بالطريقة دي، ركنتها ل10 دقايق وعملت البابلز ده، خمرت كده. فخلاص راح نحط عليها باقي المقادير. هحط عليها اللي هي نص كيلو الدقيق، نص كيلو كده الدقيق حطيناه. وهحط برضو عليها رشة الملح، بس يمكن ما بانتش في التصوير. حطينا لازم رشة الملح في كل المخبوزات، حتى الحلويات لازم نحطها. وهحط كمان معاها معلقتين سكر. معلقتين السكر اللي حطيناهم هي غير معلقة السكر اللي حطيناها في الخميرة. دي حاجة ودي حاجة، هتخلي طعمه حلو وجميل، مش مسكر لكن هتخلي له طعم. وهحط كمان ربع معلقة بيكنج باودر معاها. وهحط برضو معلقة صغيرة خل، معلقة صغيرة ممسوحة كده، مش معلقة كبيرة، من الصغيرة خالص بالطريقة دي. ورايحين نعجن لفيت كل الخليط كده مع بعض وراح انقله للعجان وهنعجن. وهنضيف له برضو معلقتين زيت. ضيف طبعا المية بالتدريج، باقي المية عشان نكمل العجين هنحطها بالتدريج. برضو المية اللي هنحطها مية دافية. وهحط برضو معلقتين زيت عليهم، معلقتين ممسوحين، معلقتين كده صغيرين زيت عليهم. وهكمل المية بالتدريج لغاية ما نكمل عجن وتبقى العجينة ملساء حلوة كده بالطريقة دي. المية شوية شوية. وكده راح احط كمان ادي الزيت. لما دخلت العجينة كلها ببعض وتلمت كل المقادير وخلاص ابتدت تتكون على بعض وتلف وتخلع من الحلة بتاعت الخلاط العجان، خلاص كده حطيت معلقتين الزيت. وهكمل عجن لغاية حوالي 10 دقايق، ربع ساعة بنعجن فيها. كل ما تعجني فيها تديك نتيجة افضل بالطريقة دي كده. وخلاص عجناها وملكناها خالص في بعض، بقت العجينة مفتوحة وحلوة الطريقة دي. وراح احطها في برضو في هو الحلة بتاعت العجان نفسها، هحطها واسيبها تخمر برضو فيها. هغطيها كده فوطة بالاسترتش باي حاجة انت عايزة. شوف العجينة جميلة جدا، لا هي بتلزق ولا هي ناشفة جافة كده في ايدينا ولا ناشفة، لا. هدهن ايديا زيت كده وهندهن مكان اللي هو الطبق، هندهنها كده من تحت وهحطها واغطيها واركنها في مكان دافي على حوالي 10 دقايق على الجو اللي احنا فيه، او ربع ساعة بالكتير هتكون خمرت وهنشوفها مع بعض. غطيتها كده انا بالفوطة وركنتها في مكان دافي كده. كانت خمرت، مرتش 10 دقايق 12 دقيقة كانت خمرت، ان الجو يعني حر، مش
مش هتستحمل. فضيتها كل العجينة برضو، هنطلع كده الهواء منها بالطريقة دي وهنقطعها. كده العجينة جميلة وطرية وهشة حلوة جدا. هنقطعها ونقطع على قد الأرغفة اللي احنا هنعملها بالطريقة دي. نقطعها كده ونحطها ونلفها ونحطها على الرخامة، وبعد كده نبدأ بأول واحدة احنا قطعناها هنبدأ نلف. وكده بدأنا في أول قطعة احنا قطعناها، بدأت أفردها كده بالمردنة بالنشابة بتاعتنا، حتى لو فردتيها بإيديك هتتفرد. وهنلف فيها رول وهنضغط لجوه، كل ما تلفي تضغطي لجوه بحيث ان يدينا عدد لفات اجمل، وهتدي هشاشة برضو للفينو الطريقة دي. ونيجي في اخر حتة وبالطريقة دي نمسكها ونضمها كلها مع بعض، بحيث ان نخلو اللي هو الضمة دي من تحت في الصاج بتاعها، بحيث ما تفتحش معانا مع التخمير ولا التسوية. هنلفها كده رولات وهحطها برضو في الصاج اللي هو بتاع الفينو، وفي نفس الوقت في اي صاج اي صينية عندك كله هينفع. بس هو اللي يمكن الصاج ده هو اللي بيدي اشكال الفينو، بيدي شكل متساوي اكتر، يعني هيكون مستوي اكتر. لكن ممكن نعملها في اي صينية او في صاج عادي من بتاع الفرن بتاعنا. الطريقة دي برضو لفينا التانية وضمناها كويس جدا، وبعد كده نخلي الضمة اللي احنا ضمناها من تحت دي عشان ما تفتحش نحطها من تحت الطريقة دي. وهنسيبها برضو، هكمل الباقي ونسيبها تخمر كده. كملت كل الكمية الباقية، وجبت برضو حوالي ربع كوباية لبن على معلقتين سكر، هندوبهم في بعض وهندهن بيه. عايزة تدهني بالبيض برضو براحتك، تحطي عليها خل، تحطي عليها فانيليا. عايزة تدهني بالصفار البيض واللي هو النسكافيه اللي هو القهوة سريعة الذوبان، اي حاجة انت عايزة تدهنيها بيه. عايزة تدهنيها بمية، مية بس مية تحطي فيها سكر بحيث يديها برضو ولون وشكل كده من فوق بالطريقة دي. عايزة تسيبيها خالص ومش عايزة تدهنيه برضو حاجة ترجعلك وهيبقى حلو وجميل جدا. وكده سبته طبعا يخمر في مكان دافي وخمر وتبقي بالطريقة دي. وبرضو الباقيين رشيت عليهم حبة البركة، عايزة تحطي سمسم، عايزة تحطي حبة بركة، عايزة تسيبيه سادة زي ما سبت شوية سادة هيبقوا حلوين. وهندخلها على فرن سخنة على درجة حرارة 200 او 250 اعلى درجة، بحيث ان هو يبقى يدخل على فرن سخنة. وبعد كده تحطيه يستوي لغاية ما يحمر بالطريقة دي. شوفي هش وجميل، جميل جدا، خفيف خفيف خفيف. تجربة هتجربيه وهيعجبك، لذيذ جدا وحاجة نظيفة وعارفين ايه اللي حاطينه فيه، ولا استعملنا زبدة ولا بيض ولا كل الانتفاكاسات دي بالطريقة دي. وطلعوا معايا حوالي 16 رغيف من النص كيلو بالحجم ده. لو عايزة تعمليه ميني هيطلع طبعا اكتر، عايزة تعمليه اكبر برضو براحتك. حاجة ترجعك نص كيلو دقيق حلو جدا تعمليه بالاسبوع. شوفي هش وجميل وخفيف جدا، طريقة حلوة وسهلة. يا رب تعجبك الوصفة وتجربيها وتعجبك. ولو عجبتك ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، وشيريه لكل احبابك واصحابك يستفادوا مني زي ما انت استفدتي. والى اللقاء في فيديو احلى واحلى. كل سنة وانتم طيبين، عام سعيد عليكم وعلى اولادكم يا رب.